بحجم مبنى ضخم ظهر في عصرنا الحديث، ويقال أنه واجه كتيبة عسكرية أمريكية مدرعة وأبادهم في ثواني قليلة. من سلالة عوج بن عنق، العملاق الأضخم الذي قيل أنه ظهر في عصر نوح عليه السلام. هذه الأخبار هزت مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا وأوروبا، وبسبب انتشار الأمر بشكل مرعب أرعب المواطنين الأمريكان، ليصل الخبر لأعلى السلطات الأمريكية البنتاغون ليصدر بيانا وينفي فيه هذه المزاعم ويصفها بالتافهة، ولكن لم يصدق الناس بيان السلطات، وظنوا أن أمريكا قامت بأسره وتحتفظ بحقيقته سرا. فما هي الحقيقة؟ عملاق قندهار في أفغانستان. خلال بدايات حرب أفغانستان في عام 2002 كانت المعارك على أشدها بين الجيش الأمريكي وحركة طالبان، دمار هائل وقتل بالآلاف حرفيا. وفي قندهار كانت المعارك مرعبة حتى للأمريكان أنفسهم بسبب التضاريس الصعبة والمعقدة من الجبال والأودية. وفجأة تختفي كتيبة أمريكية كاملة بين جبال قندهار وتنقطع كل سبل الاتصال بها، لا أحد يجيب، وكأنهم اختفوا تماما من على وجه الأرض. البحث عن الكتيبة المفقودة. يمر يوما فتقرر القيادة الأمريكية بقندهار إرسال دورية بالمدرعات والأسلحة الثقيلة للاستطلاع والبحث عن الكتيبة المفقودة. وبعد تتبع عجلات القيادة لساعات طويلة تصل القوات أخيرا أمام كهف ضخم مختفي بين تضاريس الجبال لتكون الصدمة، حينما وجدت الدورية كل المعدات والسيارات مهشمة تماما لقطع صغيرة. والأكثر رعبا لم يكن هناك أي آثار لقنبلة أو انفجار أو أي هجوم جوي، ودماء فقط، لا يوجد أي أثر لجثث أو أشخاص ناجين. أين اختفوا؟ وما الذي حدث؟ وكيف يتم تدمير هذه الكتيبة دون قنابل أو مدافع بهذا الشكل الغريب والمرعب؟ مواجهة عملاق قندهار المرعب. تسمع أصوات وخطوات ضخمة قادمة من داخل الكهف، تقترب شيئا فشيئا، تهتز الأرض حرفيا من تحتهم مع كل خطوة، إلا أن يخرج عملاق بشري يسد نور الشمس تماما بشعر أحمر طويل كمسلسل هجوم العمالقة، ب6 أصابع في كل يد، وصل طوله إلى 6 أمتار تقريبا، برداء جلدي مصنوع من جلود الحيوانات، ورائحة نتنة تفوح منه كرائحة الموتى. وقف أمامهم في صمت وهدوء ينظر إليهم، والجميع قد تسمر وتخشب من الرعب والذعر وعدم الاستيعاب. هل نحن في حلم؟ وفجأة يقوم العملاق بضرب زميله ضان بكفه فيساويه بالأرض، ليقوم الجنود بإطلاق النيران بشكل هستيري وسط رعب وذعر وخوف، فيقع العملاق على الأرض غارقا في دمائه مجروحا، ولكنه على قيد الحياة. فتتحرك مروحيات شينوك الضخمة ويتم نقله في سرية تامة للقاعدة الأمريكية، ليختفي العملاق تماما بلا أثر، ويجمع الضباط المشاركين في عملية القتل والنقل ويتم إجبارهم على توقيع اتفاقيات سرية. أي كلمة ستخرج ولو حتى لأقرب أقاربك سيتم وضعك في سجن للأبد حتى وفاتك. كيف انتشرت القصة وانكشف السر؟ كاتب أمريكي شهير يدعى مارزولي، وهو شخص شهير يناقش الأحداث الغريبة التي تخفيها الحكومات مثل الأشباح والفضائيين وغيرها. ينشر فيديو له يتحدث عن القصة. يحقق الفيديو انتشارا رهيب حول العالم كله، وادعى أن أحد الجنود المشاركين في عملية قتل عملاق قندهار هو من سربها له، وأنه لن يكشف عن شخصية الجندي خوفا من سجنه طوال حياته. وادعى أيضا أن العملاق قد يكون على قيد الحياة ليومنا هذا، وتتم دراسته عن كثب في محاولة لاستنساخ عمالقة مثله، ولكن لم يؤكد أي شخص رسمي هذه القصة، وتظل مجهولة وحقيقتها غير مؤكدة. لتبقى حقيقة هذا المخلوق العملاق سرا، لا يعلم أحدا حقيقة أمره، قد يتقبله البعض وقد يرفضه البعض الآخر، ودورنا هو